البريزة الورق القديم وأسعارها وأماكن البيع والشراء للعملات القديمة هنتكلم فيه. شوف البريزة الأول معايا أهي، أدي البريزة أهي، الحالة أنصر زيرو يعني ما اتلمستش. طب سعرها كام يا عم اللي ما اتلمستش دي؟ بتتباع ب10 جنيه. الورقة الواحدة بتتباع ب10 جنيه. ازاي يا عم ازاي؟ زي ما بقول لك كده بتتباع ب10 جنيه. ليه ب10 جنيه؟ عشان كل الناس عندها منها وموجودة. فدي حاجة مش نادرة ولا حاجة مش موجودة، كل البيوت فيها منها، كل الناس عندها. فدي بتتباع ب10 جنيه. في سوق العملات القديمة دي بتتباع ب10 جنيه. ليه؟ عشان مكتوب عليها جمهورية مصر العربية. الغالية اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، مش كلمة جمهورية مصر العربية. أي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية سعرها 10 جنيه في البريزة. اللي مكتوب عليها الدولة المصرية دي اللي بتتباع ودي اللي غالية ودي اللي مش موجودة. فاللي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية سعرها 10 جنيه. اللي مكتوب عليها الدولة المصرية دي اللي غالية ومش موجودة ونادرة. وهنا بتلاقي ايه؟ العلامة المائية بتاعتها صورة للملك فاروق. دي اللي نادرة ومش موجودة، عشان كده هي غالية. أما حاجة زي اللي قدامك سعر الورقة 10 جنيه، تقطعها بقى عليها كتابة الكلام ده كله ما تتباعش، ما تعملش سعر. اللي بتتباع اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية بس، هي دي اللي بتتباع، وهي دي اللي نادرة ومش موجودة. أما الغالية اللي مكتوب عليها الدولة المصرية، هي دي اللي غالية وهي دي اللي كل الناس بتدور عليها. بريزة الدولة المصرية، هنا بيبقى مكتوب الدولة المصرية وفي الظهر بتاعها بيبقى مكتوب الدولة المصرية، بدل كلمة جمهورية مصر العربية تلاقي مكتوب الدولة المصرية، والعلامة المائية صورة للملك فاروق. هي دي اللي بتتباع. أما اللي قدامك سعر الورقة منها 10 جنيه. متنساناش في اللايك والمتابعة للصفحة. أماكن بيع وشراء العمولات القديمة جروبات الفيسبوك أو الأسواق اللي في المحافظات.